اهلا بكم حبايب قلبي، اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده بقى هنعمل طريقه الزيتون مع الليمون والفلفل زي احنا ما عملناه مع بعض، زي اليومين دول شايفين جميل ازاي. يعتبر ده بقى له سنه، جميل جدا وبيقعد فتره اطول كمان من كده. انا بوريهولكوا اهوت عشان هنعمل نفس الطريقه اللي انا بعتمد عليها، ما بغيرهاش. طريقتي ناجحه وجميله تمام أوي كده اهوت. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه كيلو من الزيتون زي ما انتم شايفين العزيزي، ونص كيلو من الليمون اللي انا هسلقه، وطبعا فلفل حامي على بارد اهوت، وطبعا كرفس وجزر هنبشره مع بعض، وطبعا الفلفل حسب الكميه اللي قدامي. تمام أوي كده اهوت. انا سايبه الليمون بيستوي على البوتاجاز، وهقطع طبعا الكرفس وافرم الفلفل وارجع لكم تاني. شايفين انا بسلقه سليق كامل اهوت. تمام أوي كده اهوت. بعد ما فرمت الفلفل، على فكرة الفلفل انا بفرمه في الخلاط مع ربع كوباية من المية واصفيها، اخد العصارة منها عشان اعمل بقى المحلول الملح اللي هو بتاع الزيتون. وطبعا مسكت الليمون غسلته تحت الحنفية، خليته لما يبرد تماما، وفلقته اهوت 4/4 اهوت بالمقص بتاع المطبخ. احط معلقة بس من الملح واقلبه واحشي بالليمون الجميل ده. انا مش بحشي الا بالفلفل الاحمر بصراحة ربنا، النتيجة جميلة والطعم تحفة. تمام أوي كده اهوت. هحشي طبعا كل الكمية كده عشان ما اطولش عليكم في الفيديو حبايب قلبي، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تمام أوي كده اهو. طبعا خلصت اهو الزيتون زي ما انتوا شايفينه. طبعا عملت طبعا دول 10 فصوص من الثوم، انا فاتحاهم من السكينة عشان اطلع الروايح، والجزر بشرته، والليمون حشيته اهوت، وطبعا الليمون عصرته اهو صفيته، وقطعت الكرفس. تعالوا بقى نشوف هنوظف الكلام الجميل ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت البرطمان اهوت، هنزل طبعا عليها طبعا بالزيتون. هنزل رقات كده اهوت لحد ما اخلص الكمية اللي قدامي. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط طبعا رق من الزيتون. تمام اوي كده اهوت. وانزل طبقة عليها من الفلفل برضو، وطبقة من الليمون اللي انا سلقاه سليق كامل، وحشاه من الفلفل الاحمر، وهنزل طبعا طبقة من البشر الجزر، وهنزل طبعا من الفلفل اللي هو الحامل على البارد، ورومي وفلفل احمر، وهنزل عليها بحبة من الكرفس اللي انا مقطعاه قطع صغننة خالص، وهنزل عليها بحبة من فص الثوم. تمام اوي كده اهو. هعمل طبقة تاني وكذلك زي ما عملنا في الطبقة الاولانية نعمل في الطبقة التانية. يا رب يكون الكلام قدامكم واضح يا حبايب قلبي. تمام اوي كده. تمام. شايفين تحفة ازاي. اخلص كل الكمية اللي قدامي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وارجعوا لي تاني. بعد ما خلصت الكمية اللي قدامي زي ما انتوا شايفين الالوان فيها مبهرة جميلة جدا، هنزل عليها بعصير الليمون اللي هو كيلو الا ربع من عصير الليمون. تمام قوي. وعندي طبعا محلول الملح، شايفين اللي انا صفيته من العصارة من الفلفل، هنزل عليها بتديني الوان تحفة، بيحتفظ بلونه بصراحة ربنا لفترة اطول. وانزل عليها بالملح فوق العادي ب3 درجات، وانزل عليها كده بالبرطمان المخلل الجميل دوت لحد ما اوريكم لحد فين، عشان انا طبعا عندي نص كوبايه من الزيت. تمام اوي كده لحد كده، بس كده.
هقفل بس البرطمان بالغطا الاول واخليه كله يندمج في بعض، عشان طبعا يندمج الملح اللي انا عاملاه، الملح المحلول الملح، وطبعا الليمون اللي انا عصراه ومصفيه من البذور عشان ما يمررش البرطمان مخلل. هنزل بقى يا حبايب قلبي بنص كوبايه من الزيت، وطبعا بقى هنقفله من ايه العاده كالعاده طبعا بالقشر الليمون، عشان بيقعد فتره اطول، عشان لما يجي يعمل غمامه السودا قشر الليمون ده يشيله، وبعد كده في الاخر نشيله ونرميه، وفي الاخر يحتفظ ايه بالزيتون والليمون. وعندي طبعا كيس تلاجة عملته مجوز اهوت وهقفله جامد. وطبعا عندي الزيت طبعا لازم يفور، هجيب طبق طبعا بلاستيك احطه في قلبيه كده اهوت، والبسه كيس واحطه ايه فوق المطبخ كده من فوق طبعا عشان بيقعد مع عندنا فترة اطول. تمام اوي كده زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون ضيفة خفيفة على قلبكم. يلا بقى جربوا حبايب قلبي وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى شير ولايك واشتراك في القناة عشان ينزلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايب قلبي.